السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكروا هنعمل ايه النهاردة مع بعض؟ وان شاء الله يعجبكم زي كل فيديوهاتنا بإذن الله. البطاطا مالية السوق. ايه رأيكم لو عملنا مع بعض صينية بطاطا بنار الفرن، صينية بتاعت امهاتنا بتاعت زمان؟ هنعملها ازاي واطلع طعمها زي العسل ازاي؟ يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه هعملها دول حوالي 3 كيلو بطاطا، عشان طبعا البطاطا بتبقى تقيله على ما بتتقشر وتتسلق، او زي ما هنعملها كده في الحله بتقل كتير قوي وتتهرس طبعا بتقل. فدول 3 كيلو بطاطا بتغسليهم كويس قوي بالطريقه دي وتخليها بصي منوره كده، شوفي نضيفه خالص قشطه، على الرغم ان احنا هنقشرها بس انا برضو لازم اغسلها واخليها نضيفه كده بالشكل ده. فاول حاجه هنعملها بعد الغسيل ان انا هقشرها، وبعد كده تقشير خفيف كده، وبعدين هقطعها ونرجع مع بعض تاني. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما شفتوا ان احنا قشرناها وقطعناها بالشكل ده، انا عايزه اقول لكم لونها جميل والله، الاضاءه ظلماها، لونها في منتهى الجمال. اليومين دول عز البطاطا، الحقوا اعملوا بيها وصفات حلوه قوي. بعد ما اتقطعت بالسمك ده، بالقوام قال بالسمك ده، ده حلو قوي تمام، لا هو رفيع قوي ولا هي التخينه قوي. هنحط ايه بقى؟ اول حاجه هحطها كوباية لبن سخنة ونسخنها الأول بالشكل ده، شايفين حتى الدخان خارج ازاي؟ وبعد كده هحط 4 معالق صغيرين سكر اللي هما بمقام معلقتين كبار، ماشي؟ ادي 1 2 3 4 صغيرين. وبعد كده تعالوا للمفاجأة، الزبده بتاعتنا اللي عاملينها على ايدينا، الفيديو اللي ما شاء الله ببركه ربنا ثم بركه دعائكم دخل الترند وتربع عليه لمده اسبوع وكسر السوشيال ميديا، طريقه عمل الزبده بتاعتنا. وعندكم الفيديو موجود على القناه، شايفين مقطعاها مربعات بالشكل ده وبشيلها في الفريزر. هناخد منها مكعبين حلوين بقى كده يطعموا لي البطاطا بتاعتي. ادي مكعب اهو بطعم وريحه النيوزيلندي، عشان انا عاملاها بزبده نيوزيلندي. تمام كده؟ بس يا ستي مش هنحط فانيليا، مش هنحط اي منكهات، لان في الخطوه دي انا عايزه طعم وريحه البطاطا يبقى قوي جدا، اكل بطاطا بتاعت زمان. ودلوقتي بقى هغطيها واحطها على عين البوتاجاز على نار هاديه خالص، تشكشك وتاخد وتدي مع نفسها لغايه ما منها فيها تتهري خالص، ونرجع مع بعض تاني. تعالوا نشوف بقى دلوقتي بعد ما غليت كام غلوه كده مع كوبايه اللبن والزبده، شموا الريحه، الله 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 الله، ريحتها طالعه حلوه قوي قوي قوي. بصوا هي كده في نص التسويه، البطاطا بتنزل ميتها يا جماعه، يعني كوبايه اللبن اللي احنا حطيناها مع الميه اللي نازله من البطاطا كده تمام زي الفل، هي ابتدت تتكسر معايا اهي. خلي بالكم لما نيجي نهرسها مش هنهرسها ناعم، لا انا عايزه فيها حتت بطاطا كده، يعني هرسها هيبقى خشن. شايفين المنظر؟ اهم حاجه وطي عليها خالص علشان ما تشطش منك. بس كده يا قمر، وطي عليها وسيبيها تكمل سواها. يلا يا جماعه نبتدي الشغل، بسم الله. ادي البطاطا بعد ما خدت زي ما قلت لكم كده سوا كامل، بصي بقى ههرسها مش هرس ناعم، ههرسها كده ايه نص هرسه كده، خلي فيها حتت كده حلوه تبقى كده في الصينيه طعمها حلو بالشكل ده. شايفين ازاي؟ بلاش هرس ناعم، في ناس بتقولك لا اهرسيها ناعم جدا، لا لا هتبقى عامله زي مهلبيه البطاطا، خلي فيها قطع كده. ريحتها طالعه عبقريه عالميه ما شاء الله. هنعمل ايه بقى بعد ما هرستها نص هرسه كده؟ شويه زبيب كده. وعلى فكره لو ما عندكيش زبده وما عملتيش بقى الزبده بتاعتي، لو ما عملتيش الزبده بتاعتي ممكن تحطي معلقه سمنه، مفيش اي مشكله خالص. شويه زبيب، شويه مكسرات اي نوع موجوده عندك، اي حاجه، شويه سوداني حتى. وبعد كده كان عندي جوز هند حمام من ساعه ما كنت بعمل اللذيذه بتاعه حلويات المولد، وانا ايه باقي عندي شويه كده هحطهم برضو. طبعا انت ممكن لو ده مش موجود تحطي جوز هند عادي، شويه كده
احنا مدلعين البطاطا قوي يا جماعه، قوي قوي بجد. وبعدين نقلب كل المقادير دي كده في بعضها. يا عسل. ايه اكتر ندهه لبتاع البطاطا طلعتوا عليها وتربيتوا عليها وبتحبوها؟ قولوا لي كده، اكتبوا لي كده في الكومنتات اكتر ندهه لبتاع البطاطا بتحبوها وبتحسي فيها كده بريحه وطعم البطاطا. بصوا انا هقول لكم في اخر الفيديو، بس انتوا اكتبوا لي دلوقتي. قلبي كده كله في بعضه بهذا الشكل. ودلوقتي بقى الصينيه اللي هنعمل فيها احلى صينيه بطاطا. هجيب كده مكعب زبده او ممكن مسحه سمنه واحطها كده في القالب من تحت، ماشي، حاجه بسيطه كده. وبعد كده هحط رشه سكر، هتدي طعم حلو قوي قوي للبطاطا وما تخليهاش تلزق، وتدي قرمشه كده زي كرمله كده حلوه قوي للبطاطا من تحت. بصوا اهي، والزبده هتخلي السكر يلزق معانا، ماشي كده. بعد كده هناخد بقى ايه، البطاطا على البطاطا هناخد كده كميه البطاطا ونحطها في الصينيه بالشكل ده، ماشي يا الله. شايفين ازاي؟ زي ما بقولك كده، خليها ولا ناعمه قوي ولا خشنه قوي، فيها حتت بطاطا كده. هتحسي بالفرق لما تيجي تاكليها وتدعيلي تقولي والنبي يا هاله كان معاكي حق. بصي وزعيها كده جوه الصينيه. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما سوينا الوش بتاعها بظهر المعلقه بالشكل ده، هركنها شويه تبرد، وشها بس يمسك في بعضه كده سنه على ما نعمل لها المهلبيه. مش عايزه تعملي مهلبيه او اللي هي زي البشاميل الحلو، انت ممكن كده في المرحله دي ترشي على وشها سكر خشن وتدخليها الفرن، برده هياخد لون حلو في منتهى الجمال. لكن احنا بقى بنعملها زي بتاعه امهاتنا. فدلوقتي هركنها على جنب وتعالوا نعمل المهلبيه بتاعتنا. يلا بينا بقى يا حبايب قلبي نعمل المهلبيه او بيتقال عليه برضو البشاميل الحلو. هحط كوبايتين لبن، اي لبن عندك، لبن علب، لبن بلدي، كله ماشي. بسم الله. ادي كده كوبايتين لبن، وهحط معلقتين كبار مليانين نشا بهذا الشكل، وهنحط كمان معلقتين كبار سكر اهو. السكر اللي انا حطاه سواء في البطاطا او في المهلبيه بيديها تسكيره بسيطه قوي خفيفه قوي، يعني بتخليها كده ايه، مش مسكره، لان اصلا البطاطا فيها السكر بتاعها. والمره الوحيده اللي هنحط فيها فانيليا دلوقتي، انا ما حطيتش فانيليا في البطاطا، لا يا ستي، انا عايزه طعم البطاطا هو اللي يبان. لكن في المهلبيه بتاعتنا هنحط رشه فانيليا كده، انا حطيت كيس صغنن. نقلب على البارد بالشكل ده. بصي النشا بس ايه مسك شويه اهو. نقلب كده على البارد، كل ده دلوقتي اهو على البارد. وبعدين هجيب مكعب زبده صغنن، حتى المكعب اللي هو اللي انا مسحت بيه الصينيه نفسها من تحت اهو. هحط كده وهاخد المقادير دي كلها على النار تغلي، هتديني قوام ناعم كده كريمي. وبعد كده اول ما يغلي واخد القوام المظبوط هوريه لكم. يلا بينا. دلوقتي بقى بعد ما عملنا المهلبيه، بصوا يا جماعه قوام كريمي خالص ازاي، شايفين جمالها وحلوياتها. تقدري تعملي المهلبيه بالمقادير دي وتحطيها في طاجن وترشي على وشها سكر وتدخليها الفرن، تبقي عملتي مهلبيه فرن. يلا يا ستي وصفه على الماشي اهي. بعد ما عملناها كده وهي سخنه، هجيب بقى الصينيه بتاعتي، لازم تتحط على وش البطاطا وتكون المهلبيه سخنه، وتكون البطاطا بتاعتنا وشها كده ايه شويه تماسك كده، سقعت كده بالشكل ده اهي. نجيب البطاطا، يلا بسم الله. ريحتها حلوه قوي، حلوه بس. بصوا حطي كده كل حته اهي بالشكل ده. ادي المهلبيه وشايفين عامله ازاي، القوام عامل ازاي، وريحه الفانيليا فيها تبارك الله عليها، عسل كده بقى. زي ما انتم شايفين حطينا طبقه المهلبيه، وكمان سويناها بالشكل ده. شويه سكر بودر كده على الوش
في كل حته كده، لان هو ده اللي هيديله لون حلو للبشاميل بتاعنا او المهلبيه، بدل ما نحط بيضه. لا يا ستي، انا مش عايزه احط بيض خالص، ولا في البطاطا نفسها ولا في المهلبيه بتاعتنا، هي منها فيها كده. عسل، خفيفه جدا يا جماعه. قد ايه يعني لما انت تشوفي الطبقات كده تقولي ايه ده، ممكن تبقى تقيله، لا المهلبيه خفيفه جدا، البطاطا خفيفه جدا، طعم اللبن والزبده فيها مديين طعم حلو قوي، زي الطواجن اللي بتجيبوها من محلات الحلويات بمبلغ وقدره، يعني بارقام كده خزعبليه. احنا عاملين كله صينيه كبيره محترمه بالبطاطا واللبن وبس، على الفرن، كل حاجه فيها مستويه، البطاطا مستويه، المهلبيه مستويه. انا محتاجاها تاخد وش فقط، هتاخد الوش الحلو وبعدين اوريها لكم في الاخر. يلا بينا. ودلوقتي بقى يا جماعه، بعد ما طلعت من الفرن والسكر البودر اللي حطيناه على الوش اتكرمل زي ما انتم شايفين كده، بيدي طعمه في منتهى الجمال، والطبقات اهي على عينك يا تاجر. تعالوا نقطع حته. بسم الله، بصوا طريه ازاي. عارفين لقيت الطبطبه؟ انا لقيت الطبطبه في وصفه البطاطا دي، الله اكبر عليها. تعالوا نشوف، تعالوا تعالوا تعالوا، بسم الله بسم الله. شوفوا، بصوا 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 بصوا، قلبكم بيدق معايا ولا ايه؟ قلبكم بيدق معايا ولا ايه يا جماعه؟ يا جماعه يا جماعه الحقوني بشوكه. بصوا طريه خالص ازاي، يا لهوي يا ناس، يا الله على الجمال. شوفوا شكلها، بصوا شوفوا الطبقات عامله ازاي، ما شاء الله عليها اهي. تعالوا بقى كده شوفوا طبقه المهلبيه متماسكه ازاي، وادي البطاطا ناعمه والمكسرات جواها، بدي يدوق بدي يدوق. تحفه ما شاء الله. بصوا الطبقات، شايفين؟ وصفه النهارده يا جماعه عسل عسل عسل. ايوه، ايه بقى؟ ندهت بتاع البطاطا اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو، انا قلت لكم هقول لكم في اخر الفيديو. اول ندهه بيقول معسله قوي يا بطاطا والندهه التانيه بيقول ايه؟ بنار الفرن يا بطاطا. عسل. يلا بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل وصفاتنا توصل لكم والكل يستفيد، وعيلتنا على اليوتيوب تكبر اكتر واكتر. اشوفكم على خير في وصفة جديدة، وسلام عليكم.